ازيك يا برو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات التايبوجرافي. دلوقتي احنا زي ما اتكلمنا قبل كده عن القواعد، في قاعدتين مهمين جدا. القاعدة الاولانية ان انت عشان تقفل مساحة في الحرف ما تعمليش زي ده كده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا عايز اعمل بالمنظر، اكتب كريم مثلا. حلو، فادي الكاف. حلو. ايه، اعمل له كده هنا نقطتين حلوين، واقفل له هنا الميم. حلو حلو. جميل، حلو قوي كده. انا مثلا هنا عملت ايه؟ كريم. حلو، فهتلاقي في زوايد. يعني انا ممكن يا عم انا هطول هنا. حلو، فانا هعمل كده اهو. دي كده كريم. فما ينفعش حته زي دي، وهقول لك يا عم هعمل لك كده. دي غلط. حلو. او مثلا اعمل نقطه هنا عشان ازود، طب كده هتتقري زي، قصدي زين. فالحوار ده هيعمل غلط كتير. فدي من القواعد اللي انت ما ينفعش ان انت تغلط فيها. غير تناسب الحروف. يعني ما ينفعش تطلع حرف صغير نسبته أكبر من الحرف الأكبر منه. يعني أنا مثلا ممكن أجيب حرف الجيم مثلا. أنا كده عايز أعمل جيم، أو مثلا يعني مش هكتب كلمة، بس أنا هحط حرفين مع بعض وخلاص. حلو، فأنا أبدأ مثلا هو المفروض يبقى بالمنظر ده كده. حلو، هو المفروض يبقى كده. أكتب مثلا أدي كده الكاف وجيم. هل أنا ممكن أعمل الكاف بالمنظر ده كده والجيم أعملها كده؟ هل يعقل ان انا اعمل مثلا بالمنظر ده كده؟ هل انت مقتنع ان دي كاف؟ لا يا عم، هتقولي دي عين. فبالتالي لازم تراعي حاجه زي كده، او ان انا اعمل عين مثلا كده، واعمل الكاف مثلا كده بالمنظر ده. كاف تبقى كده. حلو، او حاجه زي كده. يعني مثلا لو عملت كده مثلا يا عم، انا هقول لك ماشي كده، انت عملت شكل جمالي زي العسل. بس انا يعني انا مثلا اوقف لك حاجه كده. حلو، واروح مثلا جايب الالف كده. حلو. حلو. مش هعرف اقراها، مش. فبالتالي دي غلط. فبكده اديك عرفت معلومتين مهمين. فتابع للمعلومات الجاية. ما تنساش يا برو ان انت تتابع الفترة الجاية، لانها فترة قوية جدا ليك، واستنى شغل قوي جدا قدام. سلام.